السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. تألق النادي الأهلي في بطولة كأس العالم لكنه لم يحرز الهدف المنشود. تألق النادي الأهلي في مباريات البطولة ولكن لم يحقق آمال الجماهير. النادي الاهلي عمل مباريات كبيره جدا ولكن اخطاء فرديه في مباراه الريال مدريد كانت السبب في هزيمه النادي الاهلي، واخطاء فرديه واخطاء ساذجه كانت السبب في هزيمه النادي الاهلي امام فلامينجو البرازيلي. 5 اشياء ادوا لخساره النادي الاهلي قدام بطل البرازيل. المباراه كانت ماشيه كويس جدا، النادي الاهلي تسيد المباراه. النادي الاهلي بعد ما تاخر بهدف قدر ان هو يتعادل ويتقدم بهدف تاني. المباراه كانت ماشيه كويس، ضربه جزاء ضيعوها، انفراد تام ضيعوه، كانت تقدر النتيجه توصل 4-1 ويتقتل الماتش، تموت المباراة كلينيكيا وتنزل معنويات فريق فلامينجو للأرض وما يقدروش يسيروا النادي الأهلي. لكن هي دي كرة القدم، هي ديت جنون كرة القدم، هي ديت متعة كرة القدم. أنا أبقى متسيد، أنا أبقى عامل كل حاجة، والنظرية الصحيحة اللي بتقول تضيع يبقى تستقبل، ضيعت يبقى استقبل، وهو ده اللي حصل مع النادي الاهلي بالظبط. متقدم 2-1، ضربة جزاء تضيع، انفراد يضيع، كان زمانة النتيجة دلوقتي 4-1 والمباراة منتهية وخلصانة. ال5 اسباب اللي ادوا لهزيمة النادي الاهلي: 1. حكم اللقاء مصطفى غربال. مصطفى غربال رغم ان هو من افضل حكام القارة الافريقية الا ان شيء غريب جدا اللي احنا شفناه في مباراة النادي الاهلي. كل القرارات العكسية كانت ضد النادي الاهلي، كل القرارات العكسية كانت ضد النادي الاهلي. ظلم النادي الاهلي في الطرد ومعرفش، كأنه متعمد انه يخسر النادي الاهلي المركز الثالث، كأنه كان متعمد انه يبقى سبب رئيسي في ان النادي الاهلي يخسر البرونزيه السنه دي في كاس العالم، رغم ان النادي الاهلي السنه دي عامل احلى ماتشات في البطوله كلها. رقم 2، محمد الشناوي. محمد الشناوي بالاخطاء الكارثيه الساذجه اللي هو عملها ووقع فيها، وضربانه غطس في الهدف الثاني. بصراحه شكلك كان وحش جدا يا شناوي، الغطس اللي انت ضربته شكلك كان وحش جدا. ومعرفش، الشناوي انت حارس كبير جدا، لكن الاخطاء اللي انت بتقع فيها اخطاء ساذجه من بدايه اللقاء، وانت مش قادر تسيطر على اي كوره. الكور العرضيه اللي كانت ممكن تتمسك كنت بتلعبها بقبضه ايدك، الكور اللي كانت ممكن تتمسك كانت بتقع من ايدك وتمسكها على مرتين. لا، كان في حاجه غلط، كان في حاجه غلط. الشناوي انت ما جيتش المباراه، انت جيت جسديا ولكن فكريا وعقليا وذهنيا لا، انت ما كنتش موجود في المباراة، والا كنت فرقت مع النادي الاهلي كتير قوي. فكنت فرقت مع النادي الاهلي كتير جدا 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 في المباراة دي. عموما غلطة الشاطر بألف. رقم 3، علي معلول. علي معلول كون ان هو يضيع ضربة الجزاء ديت وما يلعبهاش بالقوة دي، انا مش هقدر الوم على علي معلول. علي معلول لعيب كبير جدا، علي معلول لعيب كبير جدا، لكن هو ده قدر النادي الاهلي.
هو ده قدر علي معلول، ان الكرة تضيع وتبقى سبب في ان النادي الاهلي يتهزم، تبقى سبب في ان النادي الاهلي ما ياخدش المركز الثالث اللي متعود عليه، ان ضربة الجزاء تضيع. فده قدر ونصيب للنادي الاهلي ان هو ما يحققش البرونزية السنة دي. لكن علي معلول لعيب كبير، علي معلول لعيب كبير، لكن ضربة الجزاء كانت سبب في الهزيمة، وقدر الله وما شاء فعل. رقم 4 بقى المستر محمد شريف، مش الكابتن. انا مش هقول عليك كابتن محمد شريف، لان كلمة كابتن ديت بقى تتقال على اللعيب المتكامل، وانت غير متكامل. ومش هقول اي حاجة غير ان ايه هي امكانياتك كده. امكانياتك يا محمد يا شريف، اقصى امكانياتك هي اللي انت طلعتها. المباريات الكبيرة انت مالكش في المباريات الكبيرة، انت ما عندكش انضباط نفسي داخلي مع الفرق الكبيرة وانت داخل على المرمى. كنت سبب من اسباب هزيمة النادي الاهلي قدام ريال مدريد بالكرة اللي انت لعبتها، بدل ما تلعبها بتأني وبالراحة في اي زاوية، طحت بيها فوق العارضة، وكانت هجمة وكانت لعبة يعني تعتبر هدف، نفس لعبة محمد مجدي قفشه، وان كنت انت على الطرف شوية. في مباراة فلامينجو اظن الانفراد اللي جالك فضيحة، الانفراد اللي جالك فضيحة، لما ما يجيش يبقى فضيحة عليك. الانفراد اللي جالك لما انت ما جبتوش، انت بتدي دليل لكل الناس تقول فعلا محمد شريف امكانياته محدودة جدا، ومحمد شريف مش هو اللي يشيل هجوم النادي الاهلي. كل الظروف اتهيأت لك، كل الامور مشيت في النطاق السليم لك انت عشان تشيل هجوم النادي الاهلي، لكن انت المسؤولية كبيرة عليك، وامكانياتك محدودة، مش امكانيات الفرود اللي يشيل النادي الاهلي. ده بالنسبة لمحمد شريف. اعتقد ان انت لازم ان انت تقف وقفة مع نفسك، حاول تشوف الفرص اللي انت بتضيعها، رجع شريط المباراة واللي غيرها واللي قبلها واللي قبلها، شوف انت بتعمل ايه، شوف اللي مطلوب ايه واللي انت عملته ايه حقيقي. رقم 5 بقى، وان كنت يعني مش هحمله كتير قوي، لكن برضه هو يتحمل جزء. المدرب مستر كولر. مستر كولر انا بعتب عليه جدا لصبره الكبير جدا على بيرسي تاو العاجز، بيرسي تاو العاجز اللي مش قادر حتى يعمل اي حاجة. ما كانش يفضل لا يلعب لغاية الدقيقة 85، ما ينفعش ان هو يفضل في الملعب لغاية الدقيقة 85 وهو عاجز يعمل اي حاجة. لكن نرجع ونقول ايه، نقول برضو اللعيبة هي اللي تتحمل الجزء الاكبر، لان كولر مش هينزل يلعب. كولر نزل التشكيل، انت وصلت المرمى اكتر من مرة وانفرادات كلها وضربة جزاء ومتقدمين، ما قدرتوش تحافظوا على النتيجة، ما قدرتوش انكوا انتوا تضاعفوا النتيجة، ما قدرتوش تحرزوا هدف كمان كان غير الوضع. فالراجل مش هيطلع يلعب لوحده، الراجل مش هينزل يلعب يعني. عموما دول 5 اسباب رئيسية انا شايفهم هم السبب في هزيمة النادي الاهلي، وقدر الله وما شاء فعل. النادي الاهلي بقى محتاج وقفة عشان يقدر يصحح المسار. النادي الاهلي محتاج تكاتف الجميع عشان يقدر يصحح المسار، عشان الموضوع ما يوسعش، عشان العملية ما تكبرش. احنا داخلين على مباراة في افريقيا، الهلال السوداني، واول مباراة في المجموعة مع مع الهلال السوداني، ومحتاجين جدا مع المريخ السوداني، ومحتاجين جدا التركيز، محتاجين الدعم جدا جدا عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله في المباراة ويقدر الفريق يقف على رجليه. ده اللي احنا محتاجينه. فإدارة النادي الاهلي مطلوب منها شغل كبير جدا الفترة اللي جاية.
عايز بقى ايه اقول لشركه الكره حاجه. خلي شركه الكره وخلي الرسائل اللي انا عايز ابعتها ديت لبعدين. الزمالك في اول لقاء ليه في افريقيا احنا شفنا فريق شباب بوليسداد الجزائري عمل ايه. خد الزمالك غسيل ومكوى وفاز عليه، وكأن الحصالة بتفتح لما بيجي دور المجموعات في بطولة افريقيا. وده اول 3 نقاط بيروحوا من الزمالك في دوري المجموعات. وفين؟ في استاد القاهرة وعلى ارضها. الغريب اللي انا بشوفه بقى احتفالات مشجعين نادي الزمالك على النادي الاهلي. حقيقي اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبة. بص لنفسك وبص لفرقتك وبعدين تعالى بص لي. شوف انا فين وانت فين، شوف انا بتهزم من مين وانت بتتهزم من مين. ماشي؟ فبلاش الكلام وبلاش ان احنا ندوس عليكم اكتر من كده، عشان انا ما عدتش عايز اخرج عن النص في الحلقات. فيا ريت يبقى فيه شوية دم من الناس اللي ما عندهاش ريحة الدم وتفضل في فرقتها تشوف خيبتها الاول وبعدين تبقى تتكلم على غيرها. ماشي؟ ماشي. بالنسبة بقى عشان تعرفوا بس ان الاهلاوية بيفرقوا عنكم كتير جدا. ناس بتحب الكورة، ناس بتحب الكيانات المحترمة، ولما بنخطأ ونخطأ في اشخاص بنخطأ في اشخاص بس، لكن ما نخطأش في كيان زي كيان نادي الزمالك. شوف رفيق صيفي الجزائري لما اتغلب الزمالك من شباب بوليسداد الجزائري طلع بيسخر من نادي الزمالك ومن مستوى نادي الزمالك، وبيقول لك ايه؟ الزمالك ما يستاهلش المشاركة في بطولة افريقيا. الزمالك مستواه تعبان جدا، وكان واجب على اتحاد الكرة المصري ان هو يشوف فريق تاني من الدوري المصري يلعب مكان الزمالك. الزمالك الفريق يعني الاهلي الفريق الوحيد اللي بيشرف مصر، لكن الزمالك تعبان جدا، وفي فرق كتيرة جدا زي بيراميدز وزي غيرها يقدر ان هو يبقى افضل من الزمالك في بطولة افريقيا. رد عليه مين بقى؟ رد عليه الخلوق المحترم محمد ابو تريكة، قال له استنى استنى، محدش يقبل ان انت تتكلم كده على نادي الزمالك. لحظة يا رفيق، لما يكون حد بيجي يتكلم على نادي الزمالك ما يتكلمش بالاسلوب ده، واحنا مش هنقبل الاسلوب ده خالص. نادي الزمالك قلعة رياضية كبيرة جدا بتاريخها الكبير المشرف ببطولاتها، ده ابو تريكة. نادي الزمالك هو والنادي الاهلي الوحيدين اللي قادرين ان هم يشرفوا مصر في كل المحافل الدولية. لما تتكلم عن الزمالك تتكلم باسلوب افضل من كده. الزمالك كيان محترم، الزمالك من اقوى الفرق في افريقيا، والدليل على كلامي ان الزمالك معاه 5 بطولات افريقية. ما في مين في الجزائر معاه ال5 بطولات في حوزته ال5 بطولات زي الزمالك. تاريخ لا يقارن به اي فريق في الجزائر.
يبقى لما تتكلم باسلوب غير كده عن القلعه البيضاء. لما تتكلم عن نادي عظيم اسمه نادي الزمالك، عن قلعه رياضيه كبيره جدا لا تقل اهميه عن النادي الاهلي، هي قلعه نادي الزمالك. ومسكوا ابو تريكه غسيل ومكوى عشان خاطر نادي الزمالك. مش غريبه عليك يا ابو تريكه، طول عمرك اخلاق وطول عمرك وطني. ويا ريت الناس الزملكاويه اللي هم ايه بتوع مش عارف ايه يحاولوا ان هم يسمعوك. بالنسبه لمرتضى منصور، انقلب السحر على الساحر. الجماهير هزقته، مرمطته، دعكته، راحت له البيت، اقتحمت البيت، طلبت باعتقاله، هرب زي ما هو هارب من الاحكام، طفش. وادي الجماهير اللي كان بيراهن عليها وعمال يهدد في الدولة بيها وان هم هينزلوا وهيعملوا مشاكل وهيعملوا بتاع. الجماهير كانت بتدور عليك عشان تمسكك، تفصل رقبتك من جسمك عشان خاطر نادي الزمالك. الجماهير في المباراة الأخيرة في المدرجات مسكتك انت وابنك بعتروكوا. والله العظيم ثلاثة، اللي عنده دم فعلا أحسن من اللي عنده عزبة، واللي عنده كرامة كرامته بتنقح عليه. لو بعد الكلام ده ما تقعد فيها يوم انت وابنك، تغوروا وتسيبوا نادي الزمالك لأهله، تسيبوا نادي الزمالك للناس اللي تعرف تدير نادي الزمالك. وقفتوا حاله انت وابنه، لكن الجماهير عملت معاكم الصح. وشوف بقى اللي جاي أسوأ وسواد على دماغك من الجماهير بتاعت الزمالك اللي هي بتحب نادي الزمالك. في كام رسالة بقى قصيرة جدا عايز أوجهها لأصحابها. مجلس إدارة النادي الأهلي، لو كنتوا فعلا لسه عايزين الدوري وعايزين أفريقيا، لازم تقعدوا محمد شريف، ولازم يبقى فيه مهاجم قوي قناص. وكفاية على محمد شريف كده. محمد مجدي قفشه، يا ريت الكلام ده يوصلك. بطل سهر ورغي كتير على السوشيال ميديا بالليل، وبلاش الافراح اللي انت بتتابعها مع صاحبك المطرب اللي اسمه كروان، اللي بيتصل بيك اثناء الحفلات بتاعته وفي الافراح، وتفضل معاه على الايمو او عبر السكاي بي، ويفضل يتكلم وقفشه ويعمل لك مهرجانات في نص الليل. بص لنفسك وبص لمستواك اللي بقى زي الزفت. بص لنفسك وقيم نفسك. بجد احنا زعلانين عليك. محمد الشناوي، مش عيب، مش عيب ابدا انك تصارح الجهاز الفني وتقول له انا النهارده مش عايز العب. ليه؟ عشان انا مش جاهز ذهنيا، انا في حاجه شغلاني مش قادر العب المباراه ومش هركز فيها. مش عيب خالص، هنحترمك ونحترم وجهه نظرك. ويمكن علي لطفي لو خد الفرصه كان يبقى كويس. مستر كولر، من فضلك كفايه على بيرستاو كده. ده لاعب مش عايز يساعد نفسه. احنا مش هنصبر عليه ونضيع الفريق عشان خاطر لعيب هو مش جاي اصلا ومش جاهز. شركة الكرة في النادي الاهلي، بقول لكم بلاش ضحك على الجماهير، بلاش ضحك على الناس. انتوا اكتر ناس تعرفوا تضحكوا على الجماهير ازاي، تعرفوا تضيعوا الوقت وتستهلكوه في قصص وحواديت وترموا اي حاجة للناس تتكلم فيها وتحولوا الدفة لغاية الوقت ما يخلص وتقولوا ما عرفناش نتعاقد ولا ما لحقناش نتعاقد مع لاعب مهاجم. وحاطين لنا مولكة كأنه إله، مولكة اللي هيخلص النادي الأهلي من كل مشاكله. مش مولكة بس، في مليون لعيب أفضل من مولكة.
في مليون لعيب مهاجم يقدر يشيل دفاع، يقدر يشيل هجوم النادي الاهلي، لكن انتوا بتضحكوا علينا، اساتذه في الضحك على الجماهير. فيا ريت يا ريت تبطلوا ضحك علينا، ويا ريت تشوفوا مصلحه الفريق وتشوفوا شغلكم، يا اما تسيبوها وتتوكلوا على الله. لكن الضحك على الناس احنا مش هنفضل منتظرين كتير، ولا الجماهير هتصبر عليكم كتير. انا خلصت اللي عندي النهارده. بشكر كل الناس المحترمه اللي متابعاني لغايه دلوقتي، وبرجو من الكل انه ينزل يعمل لايك وشير عشان الكلام ده يوصل اكبر عدد على اليوتيوب. واللي بيسمعني لاول مره ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من قناتكم، قناه الاهلاويه في الريف. شكرا، والى ان التقي بكم، لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.